لكن احنا طبعا انت عارف احنا جينا لقينا القمامة بتاعت القاهرة مشترك فيها شركتين أجنبيتين، مشترك فيها بعض الشركات المصرية، وفي هيئة النظافة وتجميل القاهرة. الثلاث جهات دول الحقيقة شغالين بعقود، ولكن للأسف إن الخدمة اللي بتقدم مش على المستوى المطلوب. طب فاحنا هنعمل ايه الحقيقة بقى؟ كان عندنا ورشة عمل من يومين، وكان في مواطنين كتير حضروا معانا وجمعيات أهلية والمسؤولين من الشركات دي، وكان في حوار الحقيقة بيننا جميعا عشان نقدر نشوف ايه الفترة اللي جاية دي، ايه خطتنا ان احنا نقدر نوصل مستوى الخدمة للمستوى المطلوب. فهو الاتجاه الحقيقة اللي واضح ان طبعا الموضوع منظومة القمامة دي جزء على المحافظة وجزء برضو على السادة المواطنين لازم يتعاونوا معانا. الجزء اللي على المحافظة احنا بنفكر فعلا في يبقى معانا ما يبقوش شركتين بس او 3 شركات، يبقى عدد من الشركات كبير. يعني مثلا بنفكر ان احنا يبقى كل حي او حيين بالكتير مع شركة شركه عشان مصريه طبعا. حكايه شركات الاجانب دي احنا حكايه تضحك يا دكتور. بنحاول يبقى شركات مصرية بشباب ينشئ هو هذه الشركات. النهارده كنا بنتكلم مع الصندوق الاجتماعي على اساس يبقى فيه دعم لانشاء هذه الشركات. الشركات دي هتبقى شركات مصريه بنكونها من شباب، والصندوق الاجتماعي عنده خطه ان يدعم هذه الشركات الى ان تقوم بدورها يعني كشركه. بس سياده المحافظ الحاجات دي هتاخد وقت. والله احنا المنظومه اللي موجوده عندنا احنا في دلوقتي بنحاول ان احنا نراقبها، بنحاول ان احنا ندعمها، يعني نشتغل بيها. الخطه اللي احنا بنعملها دي خطه المفروض انها تعمل احلال للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. لكن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الشركات دي بنحاول ان احنا نضغط عليها شويه على اساس ان ترفع مستوى الخدمه بتاعتها. وفي عندنا وحدة رصد بيئي. وحدة الرصد البيئي دي المفروض متوقع غرامات على الشركات اللي هي ما بتنفذش العقد كما يجب. فاحنا شغالين في الاتجاهين الحقيقة. بس لكن احنا احنا عايزين سياده المحافظ يعني اجراء ثوري كده. يعني مثلا تكلف سيادتك رؤساء الاحياء بتوع القاهره ان هم يبداوا يدعوا شباب الحي لتنظيف الحي، وتيجي عربيات من الحي تشيل الزباله، وتبقى يعني حمله كده لمده شهرين ننظف القاهره كلها. رؤساء الاحياء ورئيس الحي اللي هيخلص حي ويخلصه نظيف وبتاع نديله هديه، نديله مكافاه من والله اي احنا شركه من حضرتك شركات رجال الاعمال. يعني احنا عايزين احنا حاجه كده. فعلا احنا فعلا بنعمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وفي تجربة احنا بنعملها دلوقتي. فين؟ يمكن في مدينة نصر اخذنا المربع اللي هو من شارع الطيران لعباس العقاد، ومن الاستراد لغاية الشارع اللي هو فيه جنينة مول. المربع ده الشباب فعلا مع هيئة النظافة شغالين بطريقة نموذجية جدا. ومش نظافة بس، ده احنا كمان خلينا طب بتوع ده ليه الطرق. مش في احياء القاهره كلها بقى؟ الشباب خلصوا امتحانات. احنا بنعمل ده تجربة ولمدة شهر. احنا ابتدينا دلوقتي بقالنا اسبوعين. طب ليه ما ليه مش بالتوازي يا سياده المحافظ؟ يعني في مدينه نصر وفي العباسيه وفي شبرا وفي باب الخلق وفي السيده احنا زينب. بنجرب التجربة دي لمدة شهر في المكان ما دي ده، تجربه ما وبعد فيهاش كده كلام، هتبقى ناجحه. ووزاره الزراعه تطلب منها شجر، والولاد يزرعوا الشجر في حيهم، ويبقوا عارفين ان الشجر ده هم اللي زارعينه، ويسقوه احنا ويخلوا بالهم منه. عايزين نوصل بس بالتجربة دي للمستوى اللي احنا عايزينه، وبعدين بعد كده نكررها في مناطق اخرى. ما ده برضه سياده المحافظ على لما تخلص من التجربه دي بعد شهر هتخش في شهر تاني ورمضان وبتاع المدارس داخله والجامعه داخله. لا بقى بص حضرتك، احنا شغالين. لكن لازم حضرتك تبقى عارف ان المحافظة عندها اعباء تانية كتيرة جدا. وبعدين احنا هيئة النظافة بتعمل التجربة دي الى جانب شغلها اللي هي المفروض شغالة فيه في بقية المحافظة. فمعلش اصبروا علينا. احنا بقى لكم فترة كبيرة صابرين. نصبر لمدة الاسبوعين دول، وان شاء الله احنا هنستغل فترة الصيف دي استغلال جيد جدا. نعمل بس سياده المحافظ بس يعني زي ما بقول لسيادتك،
يعني استحملني معلش شويه. نامل ان تكون هناك قرارات ثوريه، يعني حملات ساخنه، سيادتك في الشارع والناس في الشارع والرؤساء الاحياء في الشارع وبيتحركوا وبيعملوا، نحس ان البلد بتتغير. انما الكلام آه، اللي سيادتك بتقوله دوت سمعناه قبل كده 50 مره، معلش ما تزعلش مني. سمعناه قبل كده لا ان احنا لا، بص بقى، بنسوي وبنعمل. اسمع بقى دي واحده، سمعته من مين 50 مره؟ انا ما اتكلمتش معاك، انا اول مره اتكلم معاك. من محافظين كتير قبل سيادتك. لا لا، سيبك محافظين تاني، انا اول مره بتكلم معاك. طيب ما انا عارف. واول مره بقول لك على هو انت خطتي. بتزعل ليه من النقد؟ لا ما بتزعل ليه يا بزعلش، سياده المحافظ من اصلك انت النقد؟ بتقول لي لا ما بزعلش، انت بتقول لي بقى لك اصل 50 احنا مره سمعنا بتقول الكلام الكلام ده. دوت 50 مره قبل كده، انت سيادتك ما سمعت، سمعت. انا اول مره بتكلم معاك 50 مره، ايوه يا فين دكتور. 50 مره؟ بقول لسيادتك ايه؟ انا اول مره بقول بتكلم معاك. لسيادتك ايه؟ بس ما تتعصبش، صلي على النبي. لا انا ما بتعصبش، انا بقول طيب لك انت طب انا بتقول لي هقول بقى لك لك حاجه، 50 هقول مره، لك فين حاجه هم ال 50 مره؟ سيادتك قبل ما تبقى محافظ ما اه سمعتش الكلام دوت؟ لا ما سمعتوش. يبقى ما كنتش متابع. لا ما بتابعش، لا انا ده ما اتقال في تابعت. كل المحطات، انت بتزعل بس انا ما انت. سمعتش الكلام ده 50 مره، انا اول مره. احنا كشعب يا سياده المحافظ سمعناه 50 مره. احنا كشعب سمعناه. الشعب كله سمع الكلام ده. طيب بعدين. سيادتك ما تزعلش مني، انا بقول لك احنا عايزين ان نصلح البلد سوا، فارجو ان انت ما تتعصبش. وانت شايف ان احنا ما بنصلحهاش سوا دلوقتي؟ لا عايزين يعني ايه انا بقى يا اما سياده اعمل المحافظ؟ ما انا هقول لسيادتك، اما هقول اعمل لسيادتك. ورشه عمل الاسبوع اللي فات، واجمع كل الناس اللي هم متخصصين، واجمع جمعيات اهليه، واجيب مواطنين، ونقعد كلنا مع بعض ونتكلم نشوف ايه اللي ممكن نعمله. ده مش تغيير؟ الكلام ده سمعته. اللي بيني الكلام ده وبين بس سيادتك. اسمعني بقى، اسمعني والنبي اديني فرصه اتكلم. اتفضل. الكلام ده حضرتك سمعته قبل كده؟ سمعت ان محافظه القاهره عمل فيها ورشه عمل، وجمعوا فيها الجمعيات الاهليه، وجمعوا كل المواطنين ايوه يا عشان فندم سمعت. نتناقش كلنا نحل المشكله دي ازاي؟ ايوه يا فندم سمعته من الدكتور عبد العظيم وزير، سمعته يا فندم. وما نفعش. وقلناه في التلفزيون. طب وما ورحت نفعش عملت الكلام اجتماع، ده؟ انا شخصيا سيادتك، عشان بس ما تبقاش يعني انت غضبان قوي كده. لا انا انا مش شخصيا غضبان، سيادتك انا سكت رحت بتقول لي قابلت بقالنا 50 المحافظ. سنه بنعمل الكلام ده. ما انا هقول لك يا نيأس دكتور. ونسكت يعني ولا هقول لك ايه؟ يا دكتور، هقول لك يا دكتور. انا رحت قبل كده قابلت المحافظ وقابلت السياده الوزيره فايزه ابو النجا، وقعدنا نعمل مشروع وبتاع كله برضه بخصوص الزباله. لكن الاشياء زي ما انت بتقول لي سيادتك كده. لما نعمل مثلا مدينه نصر نقعد فيها شهر، هنوصل لشبرا امتى؟ السنه الجايه. ده اللي لا انا لا بقوله لا لا لسيادتك، ده اللي انا بقوله لسيادتك، ان لا انا بقول لا لك لا انا لا عايز قرارات لا لا ثوريه لا لا. ننزل بص نشتغل في كل بص، الاحياء. طب اديني بس فرصه اتكلم، طيب اديني فرصه اتكلم. يا فندم انا مديك فرصه كامله طيب اتكلم زي ما انت انا عايز. قلت لك انا هعمل التجربه لمده شهر، والله اذا نجحت هبتدي في كل الاحياء في نفس الوقت. خلاص ده سياده المحافظ، بيني وبينك نشوف الشهر دوت ونشوف شوارع القاهره. لا ما تقوليش بيني وبينك، احنا يعني ناس مسؤولين وعارفين احنا بنشتغل ازاي، وحضرتك مش بتقيم شغلي لو سمحت. لا اقيم شغلك طبعا. لا مع السلامه يا فندم، متشكرين. مع السلامه، شرفت سياده المحافظ. اذا كان سياده المحافظ شايف ان الاعلام ما يقيمش شغله، امال مين اللي يقيم شغله؟ واذا كنا احنا شايفين الزباله في كل حته في القاهره ولم يحدث اي تجديد ولا اي تغيير، والمسؤول عصبي، يعني ده يقول لكم انه مثلا بتوع السلام اللي مرميين قدام التلفزيون دول هيروحوا امتى؟ ما لحقتش اسال سياده المحافظ السؤال ده. احنا مش بنحاسب، الاعلام ما بيحاسبش، انما يقيم، ويقيم الشغل اللي هو عيني عينك. هل في حد في مصر ما بيشتكيش من الزباله؟ سياده المحافظ شايف انه لسه هيعمل تجربه في مدينه نصر تقعد شهر، وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا. ده اللي احنا بنقوله النظام الروتيني والتقليدي، ان المسؤولين مش ثوريين. ده اللي احنا قلناه، ان الثوره جابت عصام شرف وجابت مسؤولين مالهمش دعوه بالثوره، ولسه بيقعد هيعمل لجان وهيعمل حاجات وهيعمل بتاع. على كل حال انا اسف على الحوار اللي عمله سياده المحافظ، انه تقريبا نفذ السكه في وشي، انها مش مشكله. لقائنا القادم مع الدكتور المفكر الجميل صاحب الرأي المتميز والرؤية المستنيرة وصاحب الجوائز العالمية الدكتور علاء الأسواني.